السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز البامية اللي هتقعد معاك ان شاء الله من السنة للسنة، وازاي لونها يفضل زي ما هو ما يغيرش، وازاي تفضل معاك زي ما هي كده في الفريزر، ما تتبلش وتفضل زي ما هي كده ان شاء الله. هعمل لكم طريقتين، والطريقتين احلى من بعض واسهل من بعض، ولا هنحطها في مية مغلية ولا اي حاجة. بس اهم حاجة وانتي بتعملي البامية كده تقمعيها كده من فوق فوق كده، يعني ما تجرحيش البامية خالص. واهم حاجة تسيبي فيها الحتة اللي من تحت دي كده زي ما هي، يعني البامية ما تنجرحش منك خالص، لان البامية لما بتتحط في الفريزر وتكوني مقطعاها، فاما تكون متقطعة فبتنزل كده زي سائل كده منها. لما يكون مثلا النور يقطع كده على غفلة ولا حاجة، السائل اللي بينزل منها ده اما تكون متقطعة بيعمل بكتيريا في البامية. علشان كده اي بامية مجمدة في الفريزر بتطلعيها من الكيس على الحلة على طول، علشان ما تعملش بكتيريا وتتفيروس. زي ما انت شايفة كده البامية يدوب من فوق فوق كده، وسايباها زي ما هي. وجبت جانا كده علشان نخلص بسرعة كده انا وهي. انا طبعا منقية البامية اللي هي صغيرة كده، حجمها حلو كده وصغيرة، علشان كده انا يعني باجي اخر الموسم بتاع البامية وبفرزها. علشان كده يعني ما بفرزش بامية من اول الموسم، بفرز بامية في اخر الموسم علشان تقعد معايا وقت اكبر، لحد لما موسم البامية يرجع تاني. اهو زي ما انت شايفة كده يا دوبك كده باخد من فوق كده، وجبت جانا كده تعمل معايا وتساعدني. وما ننساش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا هفكركم انكم تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ومفيد من قناتي. طبعا البامية السنة دي سعرها فوق العادة، غير كل سنة سعرها بصراحة منزلش ابدا. انا جايبة هنا حوالي 2 كيلو ونص او ممكن 3 كيلو كمان، ومنقياهم كده كلهم. يعني لازم اللي انت هتفرزيه في الفريزر لازم تنقي الاحجام الوسط، اللي هي صغيرة ووسط، مش الكبيرة. الكبيرة بتحتاج ان هي تتقطع على 2 مثلا. طبعا لازم نعلم ولادنا ازاي يمسكوا السكينة، لان الولاد الصغيرين بيبقى عندهم يعني حب استطلاع ان هم يعملوا كل حاجة، ان هم يمسكوا السكينة، ان هم يولعوا البوتاجاز. فلازم انتي اللي تعلموهم بنفسك ازاي يمسكوا السكينة وازاي يولعوا البوتاجاز، علشان ما يروحوش يعملوا الحاجات دي ويعوروا نفسهم، او لا قدر الله تحصل حاجة وحشة. هخلص كده كل الكمية اللي معايا دي، وهنشوف هنعملها ازاي على الطريقتين. والطريقتين دايما انا بعتمدهم واحلى من بعض. وانا كمان عايزة اقول لكم ان انا منقية البامية اللي هي الحمرة دي، اللي هي مش مشوكة. بحسها ان طعمها مسكر اكتر عن البامية اللي هي بتشوك. عايزة اقول لكم ان بسم الله بتحلي اي اكلة، والصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بتحلي الاكل وبتبارك فيه. واول حاجة هنا معايا حلة على النار بتغلي. الحلة دي مش حاطة فيها اي حاجة، ولا ملح ولا ليمون ولا اي حاجة. هحط بس هنا عليها مصفى كده، وبعدين هنزل على طول فوق المصفى دي بالبامية اللي احنا قمعناها. مش هحط البامية جوه الحلة في المية اللي بتغلي. انا بصراحة يعني ما بحبش الطريقة دي خالص، بحس ان البامية دبلت خالص في المية، فبحطها في المصفى بالشكل ده كده، وبفضل اقلب كده فيها على البخار من وقت للتاني كده، لحد لما الاقي ان لونها غير كده معايا كده.
اهو كده. هقلب فيها بالشكل ده على طول كده من وقت للتاني لحد ما لونها غير اهو. شايفين ابتدى ان لونها يبقى اخضر معايا بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ان بعد ما بنعملها على البخار كده ان احنا نسيبها تبرد خالص معاكي كده، وبعدين هتبتدي ان انتي طبعا هتحطيهم في اكياس. الاكياس دي هتطلعي منها الهواء خالص، وبعدين هتحطيهم في الفريزر. الطريقة التانية بقى اجيب حلة كده فيها مية عادية خالص من الحنفية، ولا سخنة ولا ساقعة اوي، يعني مية من الحنفية عادية خالص. هحط كده معلقة من ملح الليمون. ملح الليمون ده هو المادة الحافظة للبامية. وهبتدي كده ان انا انزل باقي كمية البامية. انا قسمتهم كده على 2، هنزل كده الكمية كلها كده بالشكل ده، وهسيبهم كده في المحلول اللي احنا عملناه ده حوالي 5 دقايق 6 دقايق مش اكتر، علشان البامية ما تسلبنش معاكي. وبعدين هبتدي ان انا اطلعها من المية واصفيها، وزي ما انتوا عارفين ان هنصفيها خالص من المية في المصفى ونحطها في اكياس. ادي البامية اللي احنا عملناها على البخار بالشكل ده كده اهو، لونها غير زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي ان انا نحطهم في اكياس ونطلع اهم حاجة الهواء من الاكياس كويس جدا، وبعدين هبتدي ان انا احطهم في الفريزر. يا رب تكون استفدتوا والوصفة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.